مرحبا بالجميع في هذا التحليل الجديد التي ظهرت في الحلقة 24 من البرنامج الواقعي المغربي الشهير. تخيلوا معي ما يبدأ كعرض جميل للانسجام والمحبة، سرعان ما يتحول إلى شيء معقد ومشتعل بمجرد أن يرتفع مستوى الضغط، وكأننا داخل طنجرة ضغط حقيقية. حسناً، دعونا نغوص مباشرة في هذا الاتهام المتفجر. هذه العبارة القاسية وحدها كافية لتحطيم الواجهة الهادئة للمنزل بالكامل، وهي تمهد الطريق ليوم دراماتي مليء بالألعاب النفسية. لكن لفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة من الاتهامات المباشرة، من الضروري العودة خطوة إلى الوراء لنرى كيف بدأ هذا اليوم. الفصل الأول: واجهة العائلة والمثل العليا. لفهم الثقل الحقيقي لتلك الخيانة، دعونا نلقي نظرة على صورة الانسجام العائلي التي بدأ بها الصباح، وهي صورة منسقة بعناية شديدة. المفهوم هنا ليس مجرد كلمة عابرة. رضا الوالدين هو الركيزة الأساسية. في الصباح أمضى المتسابقون أوقاتهم في التعبير عن الامتنان العميق لآبائهم وتأسيس أرضية أخلاقية صلبة تعتمد كليا على فكرة مباركة الوالدين. وهذا الاقتباس يوضح الصورة بشكل رائع. إنها السردية النقية والتي يبنيها المتنافسون بنشاط، حيث يصورون الدعم العائلي والمساندة كحجر الأساس لنجاحهم. إنها صورة مثالية لأشخاص يضعون الأسرة فوق كل اعتبار، ولكن في برامج الواقع هذه المثالية نادراً ما تدوم. الفصل الثاني: الغرفة الممنوعة وصدمة الرسالة. هنا يتغير الجو فجأة وبشكل دراماتيكي عندما يتدخل المنتجون لهندسة تقييم سري وعالي المخاطر. لاحظوا كيف تتصاعد الأمور بسرعة هنا. يجبر الأزواج على التخلي عن المجاملات وتوجيه استهداف سري لبعضهم البعض بحجة المنافسة. زوج تارودانت يتوجه إلى الغرفة الممنوعة والهدف هو الزوج الداخلة. لقد بدأ اللعب على المكشوف. والآن يصل التوتر إلى نقطة الغليان عندما يفتح الظرف أخيراً أمام الجميع. هل تتخيلون الترقب في تلك اللحظة؟ انظروا إلى القسوة البالغة لهذه الكلمات. هذه العبارات تتناقض تماماً وبشكل صارخ مع صورة العائلة المثالية والنقية التي تم ترسيخها في صباح نفس اليوم. فجأة تحولت الأمور من الحديث عن البر والرضا إلى اتهامات صريحة بالتصنع. هذا النقد يفكك شخصيات منافسيهم قطعة قطعة. اتهامهم بالأنانية والتمثيل أمام الكاميرات بدلاً من أن يكونوا حقيقيين يضرب في صميم صورتهم العامة. إنه تذكير واضح بأنه في ظل ضغط المنافسة كل نقطة ضعف تستغل بلا رحمة. الفصل الثالث: الخلاف الداخلي حول الدراجة النارية. هذا الضغط الشديد لم يتوقف عند حدود العلاقات بين الأزواج المختلفين، بل تسرب بسرعة للداخل، مشعلاً دراما عفوية بين الزوجين. النقطة الحاسمة هنا هي كيف اندلع هذا الجدال حول تفاصيل مالية بحتة، تحديداً من قام بتمويل الدراجة النارية. هذه المقارنة تكشف التصدعات في جبهتهم العامة الموحدة. من جهة نرى الحسابات الدقيقة للمساهمات، ومن جهة أخرى الرواية التي تم ترويجها للجمهور. الزوج هنا يتحدى أصالة رواية زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر. هذا الموقف بالذات يوضح بامتياز كيف أن العيش تحت ضغط المراقبة في المنزل يمكن أن يخرج أسوأ الاستياءات المالية المكبوتة إلى السطح. هذا الجدال يلخص ببراعة الفكرة الشاملة لليوم: الجهد المرهق جدا للحفاظ على صورة خالية من العيوب. عندما تكون الكاميرات مسلطة على مدار الساعة، يصبح التناقض بين الصورة المثالية للجمهور وبين الواقع الخاص عبئا ثقيلا يؤدي حتما إلى الانفجار. الفصل الرابع: فوضى المطبخ ومعركة العشاء. بحلول نهاية اليوم سيجد كل هذا الإحباط المتراكم ساحة معركة جديدة ومألوفة جدا: المطبخ. التفاوض على شيء بسيط كقائمة العشاء يتصاعد إلى فوضى عارمة. أفكار مختلفة تماماً ترمى في نفس الوقت، وما كان يجب أن يكون نقاشاً سريعاً حول طعام يتحول فجأة إلى ساحة لإثبات الوجود. ما كان يفترض أن يكون مهمة منزلية مشتركة وودية يتدهور إلى حرب بالوكالة من أجل السيطرة. المكونات العادية مثل الفلفل أو الصلصة البيضاء تصبح ببساطة أدوات للعدوانية السلبية وتمرير الرسائل المبطنة. في النهاية يصل انهيار التواصل إلى درجة أن بعض المشاركين يقترحون بسخرية التخلي عن العشاء تماماً وتناول التفاح. هذا الاستسلام الساخر يجسد ذروة الإحباط بلا شك. تلخص فوضى المطبخ هذه المشهد بشكل مثالي: كيف تضخم القرارات العادية والمملة التوترات التنافسية الكامنة التي كانت تختمر منذ الصباح. في بيئة طنجرة الضغط لا يوجد مجرد عشاء بريء، كل قرار هو استعراض للقوة. وهذا يتركنا مع سؤال جوهري لنتأمل فيه: مع استمرار هذه المنافسة الشرسة في اختبار الحدود بين الواقع والشخصيات المصطنعة، هل يمكن حقاً لأي شخص الحفاظ على قناع المثالية إلى الأبد تحت كل هذا الضغط؟ شكراً لمتابعتكم هذا التحليل، ونراكم في المرة القادمة لنفكك المزيد من الأسرار. Hi everyone, please support the AshWalk channel by subscribing today.